بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ماتش الزمالك وانبي، الحقيقه ماتش غريب جدا. عايز اشيد الاول بحكم المباراه. الحقيقه حكم طارق مجدي حكم هايل. الحقيقه كان في هجوم عليه في ماتش الاهلي وزد، وحتى قبل الماتش ما يتلعب بتاع اهلي وزد، وقال لك ده جاي عشان يخسر الاهلي. لكن الحقيقه طارق مجدي بيثبت ان هو حكم كبير وحكم ملوش في الفانيلات، يعني احمر ابيض ولا فارق معاه. الحقيقه طارق مجدي حكم يستحق ان هو يكون رقم واحد في الدوري المصري، ويستحق ان هو ياخد مكان امين عمر، بس امين عمر بيتجامل علشان انحيازه للاهلي. لكن الحكم طارق مجدي الحقيقه لا منحاز لا للاهلي ولا للزمالك. النهارده حاسب ضربتين جزاء على الزمالك وهم صحاح. في اخر دقيقه في ضربه جزاء عبد الله السعيد حسبها هي صحيحه. الراجل بياخد قرار بغض النظر عن نتيجه المباراه، عن مين بيلعب، ملوش دعوه. فالحقيقه طارق مجدي حكم رائع وحكم يشرف الكره المصريه وحكم راجل، حكم شريف. يعني من الحكام اللي واضح جدا ان الشرف يعني مخليهم بعاد. لانه الحكام اللي بيوازنوا وبيعملوا توازنات هم دول اللي بيروحوا يحكموا في الخليج عشان الفلوس ويجيبوا فلوس، هم دول اللي بيبقوا حكام دوليه، هم دول اللي بياخدوا مكافآت، هم دول اللي بيحكموا كتير. لكن طارق مجدي راجل عايز يرضي ضميره، فمش عاجب. وعلى فكره هتلاقيه لا عاجب لا الاهلي ولا الزمالك، يعني مستحيل يكون عاجب لا الاهلي ولا الزمالك، لان الاثنين عايزين ناس تحكم لمصالحهم. لكن الحقيقه طارق مجدي حكم كبير وحكم مهم وحكم اشوف ان هو لازم ياخد حقه. مباراه رائعه وشابوه لطارق مجدي. بالنسبه لاداء الزمالك النهارده، الحقيقه الزمالك ده متوقع، لانه بعد عدد الماتشات وتوالي الماتشات كان لازم يحصل دروب. يعني وارد يحصل دروب في اي لحظه، يعني ده 8 ماتشات على التوالي بيفوز، لازم يا يتعادل يا يتغلب يعني. لكن كان مهم جدا ان الزمالك ما يوقعش في الماتش ده. لكن الحقيقه هو اعطى قبله الحياه للاهلي كالعاده. يعني الزمالك الحقيقه ما بيأثرش في الحاجات دي. يعني على مدار السنين احنا بنتفرج على الدوري في مصر، الزمالك دايما صاحب واجب. يعني بيجي ساعه الزنقه ويقول للاهلي انا ما تخافش، انا اخوك، انا معاك، انا في ظهرك، ما تقلقش، انت مش هتبعد عن المنافسه، انت مكمل معانا. ازاي يا جدع، انت حبيبي، والله ما ينفع. فالحقيقه يدوم الواجب يا زمالك. يدوم الواجب. والحقيقه فريق مجامل جدا الحقيقه، بيجي في لحظه فارقه ويقع وقعه غريبه. يعني النهارده طبعا الاداء كان باهت وكان واضح جدا انه اداء سيء واداء مش جيد خالص الحقيقه. ومعتمد جمال يعني لا ناقه له ولا جمل. المباراه خرجت من هو حتى بعد ما اتحسب ضربه الجزاء الثانيه الرياكشن بتاع وشه بتقول انه الماتش مش بتاعنا، يعني تحس انه رمى الفوطه يعني. فرغم ان ضربه الجزاء ضاعت، لكن برضه تحسه بيتفائل ويتشائم، اللي هو لا انا شكل الماتش ده مش بتاعي، انا شكل الماتش ده هقع فيه. فحصل ان هو وقع فيه. ما هو يعني لازم انت تبقى عندك الثقه انك تفوز عشان تديها للعيبه عشان اللعيبه تلعب، ما هو يعني مهم ده. لكن ما حصلش الحقيقه ده، فالزمالك خسر وفقد 3 نقاط مهمين جدا في منافسه الدوري وترتيب الدوري. دلوقتي الزمالك